بنكك لانه قال لنا حولها بنكك. قال لك حويلة من اخوي انا يعني؟ محمد عباس، شخص اسمه محمد عباس. طيب انا اسي كيف يعني تديني انت رقم حساب المؤسسة انا احول عليه ولا كيف؟ تحول شنو انت ما تحول شنو، احنا اللي بنحول لك بالقروش. تقدر تحولي في بنكك؟ ايوه، انت عندك حساب بنكك ولا لا؟ انا لا ما عندي، لكن عندي حساب اخوي. طيب حساب اخوك انت مستخدمه ولا اخوك موجود معك الان؟ لا لا انا مستخدم حساب اخوي. طيب ما مشكله، كم رقم الحساب؟ 180 180 24 180 24. ايوه 82. 82. طيب لحظه بس خليك معي. طيب عبد المطلب محمد احمد محمد. نعم. طيب يلا كده الان المبلغ اللي جاني هنا اللي هو 1000 ريال، ايوه. مقابل السوداني مليار و200. طيب طيب يلا كده الان تم التحويل الى الحساب تبعك. سجل معي رقم العمليه. التحويل اساس تم من بنك الراجحي، تمام؟ سجل صفرين. اسجلها وين دي في لا بس سجل الطرف في اي مكان يعني، اذا احتجت ولا كده. ايوه صفرين. سبعتين. خليك معي دقيقة واحدة، خليني اجيب ورقة. صفرين سبعتين. 1 4 1 4 7 5 7 5 20. 20. لا لحظه بس معلش، احذف الصفر الاخير ده. أيوة. 7 5 2 بس. 7 5 2. ده رقم العملية؟ نعم ينتزع رقم العمل الحوالي من بنك الراجحي. يلا عاي انت الحساب الان موجود معك في تليفونك صح؟ ايوه موجود معي نعم. طيب ادخل على الحساب اتاكد لي من المبلغ، شوفوا نزل لك بالريال ولا بالجنيه، عشان اذا نزل لك بالريال هتدخل على العملات الاجنبيه من داخل تطبيق بنكك ده، نزل رقم العمليه وبتعمل لها استبدال الى جنيه. طيب تمام دقيقة واحدة خليك معي على الخط. طيب ايوه فتح معي الحساب. طيب ادخل اللي هو تفاصيل الحساب، اتاكد من القروش، شوفها نزلت لك بالريال ولا بالجنيه. اذا بالريال اختصر لك تفاصيل الحساب اللي من العملات الاجنبيه. لا لا ما نزلت لي لسه معنا. طيب اضغط رجوع، ادخل على العملات الاجنبيه بتلقى اخر خيار تحت عشان تنزل رقم العمليه. اضغط على العملات، خدمات العملات الأجنبية. ايوه. نعم اضغط عليها. ايوه. طيب نزلت معك؟ هاي نزلت. لا اسمه مكتوب لك ادخل رقم العمليه صح؟ هاي قال لي ادخل رقم العملية. طيب سجل نفس رقم العمليه اللي انا اعطيتك له ده. دقيقة. طيب خدمات العملات الأجنبية. طيب طيب ما فتحت ليه؟ ما فتحت؟ كتبوا لك عذرا؟ هاي كتبوا لي عذرا. عذرا. طيب انت هنا اول مره تستلم قروش يعني بالريال صح؟ هاي هو. سجل اسمك في اداره المستفيدين. طيب ادخل اداره المستفيدين. طيب في نفس تطبيق بنكك إدارة المستفيدين. طيب ادخل اول خيار فوق تحويل حساب بنك الخرطوم. حسابات أخرى. أيوة. ايوه نعم حسابات اخرى. نعم يلا سجل اللي هو رقم العمليه. أيوة. صفرين سبعتين. صفرين سبعتين. 1 4 أيوة. 7 5 2. 7 5 2. نعم يلا اعمل ارسال فوق، حيصير لك اخر زول استلم يعني من الوكاله، تحت حيكون مكتوب لك ادخل اللقب، هتكتب اسمك انت رباعي عشان ادام انت كده يعني حتسجل اسمك. هاي تمام فعلا جاني فوق آخر زول مستفيد. نعم تحت مكتوب لك اللي هو اللغب. اختار اللقب صح؟ أيوة. نعم اكتب اسمك رباعي. أيوة. نعم يلا اعمل اضافه، تحت مكتوب لك اضافه عشان تضيف اسمك طوالي. عملت اضافه؟ هاي عملت إضافة. طيب كتب لك تم اضافتك في المستفيدين صح؟ نعم. طيب اضغط موافق وادخل تاني على حسابات اخرى دي عشان مباشر يعني تعمل استبدال من داخل اداره المستفيدين. أيوة. طيب جا عملت حسابات أخرى. نعم يلا ادخل فوق مكتوب لك تحديث باللون الاحمر صح؟ المكتوب تحديث. نعم. نعم اضغط تحديث. طيب. طيب يلا كده اللي هو يعني ظهر لك اسمك رباعي صح؟ هاي يعني فعلا. نعم يلا قدام اسمك مكتوب لك تحويل صح؟ نعم. نعم اضغط تحويل عشان مباشر تحويل العمله الى حسابك. اسمعني يا حبيبنا. ايوه. وش أنا ما قاعد أبيع بيض. ايوه. أنا ما قاعد أبيع بيض. انت بيع شنو طيب؟ وما قاعد أبيع هوا وكلام معسول زيك. تمام.
تسويقك الالكتروني والحاجات اللي انت اجتهدت فيها دي لو عملتها في استثمار او في عمل كان بتستفيد فيها اكتر منك انت تنصب على الناس. خلاص شغلني واقول عندك شغل. طيب تمام، انا بفصل منك الان ورا ما اقدر بسلم مركز المعلومات السعودي هنا، وان شاء الله لو مسجل باسم باكستاني بجيبوه ان شاء الله كان تقدر. يلا تمام، وعد من الناس انا افصل منك وبتصل وكيف اجيبك من مركز المعلومات.